موضوع السفارة ده ممكن يكون الغلطة الوحيدة اللي أنا عملتها خلال السنة. كل الطرق تؤدي للجزيرة. زيزو في أرض التاريخ، زيزو أهلاوي. ما تيجي نحلل اللي حصل كده بالعقل شوية. ببساطة الإدارة دخلت الانتخابات والبرنامج بتاعها معروف، كان مبني على تجديد زيزو، صح كده؟ طيب عمل ايه بقى الإدارة علشان تجدد له؟ ولا أي حاجة، عبث والله. ببساطة انت خفت من جماهير الزمالك والضغط اللي كان عليك من الجماهير والسوشيال ميديا، ودي حقيقة لازم تعترف بيها، مع تدخل وسطاء ومحبين للنادي زي ممدوح عباس وزي عيلة العدل كلها. وطبعا انت مش محتاج اقولك ممدوح عباس عمل ايه، انت كفايه تدخل تويتر بتاعه وهتفهم كل حاجه. وانا هنا اختلافي مع ممدوح عباس ان انت مش رئيس النادي يا باشا، انت محب للنادي زي ما بتحاول تظهر نفسك بس كده، فملكش اي حق تماما تطلع تتكلم عن الصفقات وعن المفاوضات وان انا اللي هدفع الفلوس اللعيبه. لا، انت بتدفع فلوس لنادي الزمالك عشان انت محب